يمكن في فيديو اتنين قبل كده قلت لكم ان السودان مش بتطلع غير عظماء. السودان بلد العظماء. في الفيديو ده اوضح لكم 10 نساء خالدات لن ينساهم التاريخ السوداني. بس قبل ما اقول لكم عليهم يا ريت تعملوا لي فولو ولايك وحركه اكسبلور، خلي الفيديو ده يلف العالم كله والناس كلها تعرف عظمه السودان وعظمه التاريخ السوداني. رقم 1 الملكه اماني ريناس، وتعرف ايضا بامانجي وبالكنداك، وهو اللقب الذي تشتهر به في السودان. ودفنت بجبل البركل في الشمال، وحكمت مملكة كوش من سنة 10 إلى سنة 40 قبل الميلاد، أي ل 30 سنة، وهي زوجة الملك النوبي هرتيقاس. وظلت ملكة لا تحكم حتى توفى زوجها، فحكمت النوبة، بل قادت الجيش وقاتلت بنفسها الرومان على حدود السودان الشمالية وطردتهم من هنا. رقم 2 الملكة أماني شاخيتي أو أماني شاخيتو، وهي ملكة نوبية محاربة تم التعرف عليها في العديد من الآثار والمعابد، بل لها مسلة خاصة عثر عليها في معبد آمون بمنطقة النقعة، غير أن ما عرفت به أو ما اشتهرت به هو كنز مجوهراتها الذي عثر عليه المستكشف. رقم 3 الملكة شنيكر خيتو، هي أول امرأة تصل إلى الحكم في منطقة أو مملكة مروي من عام 165 ل 145 قبل الميلاد، وقد شيد لها معبد بالنقعة يقع شرق معبد آمون على سطح الجبل، وعليه وجد اسمها داخل خرطوش باللغة المروية تصحبه نقوش باللغة الهيروغليفية. رقم 4 مهيرة بنت عبود، وهي شاعرة ومحاربة، ولعبت دور في تحفيز سكان شمال البلاد في قتال إسماعيل باشا وجيشه التركي الغازي للسودان في معركة كورتي، والتي وقعت في 4 نوفمبر عام 1820. وهي ابنة زعيم قبيلة الشايقية، وكانت بتركب على الهودج بتاعها وتلقي الأشعار على الناس أو على السكان لكي يقاتلوا ضد إسماعيل باشا وجيشه التركي. رقم 5 ملكة الدار عبد الله، وهي أول روائية سودانية، بل هي أول من كتب الرواية قبل الرجال في السودان، لأنها هي أول من كتبت رواية، وكانت رواية الفراغ العريض عام 1948، وهي من مواليد عام 1922. رقم 6 فاطمة أحمد إبراهيم، وهي من مواليد منطقة أم درمان، وهي التي أنشأت مجلة صوت المرأة عام 1955، واللي أسهم في تأسيسها عدد من أعضاء الاتحاد النسائي. رقم 7 سعاد الفاتح البدوي، وهي من مواليد الأبيض، وحاصلة على دكتوراه من جامعة الخرطوم عام 1974، وعملت في الفترة من 69 ل 1970 مستشارة في منظمة اليونسكو لتعليم البنات السودانيين، وهي من أسست أول كلية تربية جامعية للبنات. رقم 8 خالدة زاهر، هي خالدة زاهر سرور الساداتي، ودي تعتبر أول طبيبة سودانية مارست هذه المهنة، يعني هي أول دكتورة في السودان، وهي من مواليد أم درمان في 11 يناير عام 1926، وقد تلقت تعليمها الأول في الخلوة بحي الموردة الأم درمان، ومن ثم التعليم النظامي الأول والأوسط والثانوي في مدرسة الاتحاد العليا. رقم 9 حواء جاهر رسول أو حواء الطقطاقة، ولدت عام 1926 بمنطقة الراهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان، وهي تنتمي إلى أسرة محافظة، لكنها اخترقت الطريق وصارت مغنية، وكمان مغنية شعبية مشهورة واشتهرت بالأغاني الوطنية السودانية. رقم 10 فاطمة عبد المحمود، من مواليد أم درمان عام 1944، ودي يا سيدي أول امرأة سودانية تترشح لرئاسة الجمهورية. في عام 2015 تلقت تعليمها في الخرطوم، ثم حصلت على بكالوريوس الطب من جامعة موسكو للصداقة عام 1967، وحصلت على ماجستير طب الأطفال وتنمية الأسرة وصحة المرأة من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك عام 1984، غير العديد من الشهادات الأخرى. ودول كانوا أكثر 10 نساء سوف تخلدهم السودان ولن ينساهم التاريخ السوداني. لو أنت سوداني أو عربي أو مصري أو أي دولة عربية أنت منها وفخور بالستات دي، يا ريت تعمل لي فولو لايك وحركة اكسبلور عشان الفيديو يلف العالم.